يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ بممرضة اسمها ماري، وكانت شغالة في مستشفى في خدمة الطوارئ، لكن بيحصل معاها حوار هيغير حياتها 360 درجة. تقولي ايه هو؟ هقولك كمل معايا عشان الحوار يطول شرحه. المهم بسبب الموقف ده بتتنقل لمكان تاني كعقاب يعني عن اللي حصل، وهي مروحة بيروح لها جيمس وده يبقى جوزها وهيموت ويرجع لها، بس هي رافضة وسابته وعاشت مع بنتها دافني، والراجل بيفضل يتحايل عليها عشان يرجعوا يعيشوا سوا، وهي راسها وألف سيف ما ترجع له وبتقول له مفيش منه الكلام ده، انت راجل هم وغم وانا حياتي مش ناقصه هم على همي، وبتسيبه وتمشي، وده عشان اتاخرت على دفني في المدرسه. ولما بتوصل بتقابل ميس بيري وبتعرف منها ان دفني مستواها في الدراسه مش احسن حاجه، وانها متاخره عن اصحابها كتير وده ممكن يخليها تعيد السنه تاني، وبتقول لها انا مش عايزه اتدخل في حياتكم، بس البنت مش مظبوطه خالص، وكمان مش طبيعي يعني بنت في سنها تكون ماشيه على طول بالدبدوب اللعبه ده. فميري اعتذرت لها وقالت لها ان الدبدوب ده يبقى بجابيجو كاتم اسرار دافني وما تقدرش تستغنى عنه ابدا، وبتطلب منها تديها فرصة وهي هتخلي مستوى دافني يتحسن. ولما بيرجعوا على البيت دافني بتاخد ركن كده، فميري بتحاول تفكها شوية، وبنعرف انها من ساعة ما عاشت مع مامتها لوحدهم وهي على طول حزينة ومش عايزة تتكلم غير مع الدبدوب بتاعها. وقتها جرس الباب بيرن، فميري بتقول لها اخيرا الاكل وصل، بس لما بتفتح عشان تستلم الاوردر ما بتلاقيش حد، فبتخاف وبتدخل بسرعة، وبعد شوية بتلاقي واحدة بتخبط عليها وبتقول لها ان اسمها اوليف وانها جارتهم وساكنة في الشارع معاهم، وبتعرفها ان الاكل بتاعها جالها بالغلط، وكلمة من دي على كلمتين من دي بيتعرفوا على بعض، ومن الطبيعي ميري تعزمها على العشاء، وفعلا بتدخل وبتاكل معاهم، وبنعرف منها انها مدرسة انجليزي. ميري بقى ما صدقت ومسكت فيها بايديها واسنانها عشان تساعد دافني في الدراسة، وبيقضوا اليوم ضحك وهزار وحاجة آخر انبساط. وتاني يوم الصبح ميري بتروح على شغلها الجديد، وناتالي صاحبتها هي اللي ساعدتها إنها تشتغل معاها، وميري كانت نشيطة وبتقوم بشغلها على أكمل وجه، وقدرت تكسب ثقة المديرة بتاعتها في وقت قصير. بس ناتالي بتقول لها يا ريت الحماس ده يكمل عشان الشغل الفترة الجاية هيكون كتير شوية، وإنها كمان لازم تجيب مربية لبنتها عشان مش هتبقى فاضيالها الفترة الجاية. وقتها ميري خطرت في بالها فكرة مجنونة وقالت لها بس أنا عرفت هسيبها مع مين، وطلعت جري تقول لأوليف، والتانية ما صدقت، وده لأنها بتحب الأطفال جدا. وفعلا ميري بتشتغل في الشغل الجديد وكانت دايما مشغولة، ودافني بقى كانت رايحة جاية مع أوليف لدرجة إن الناس اللي في الشارع افتكروها مامتها، لا دي كمان بقت تدي لنفسها الحق إنها تطرد جيمس ومنعته إنه يشوف دافني، وبتهدده لو قرب من البيت تاني هتبلغ عنه، والراجل يعني خاف وخد بعضه ومشي. وبنعرف من دافني إن ميري بعدت عن جيمس بسببها لأنه كان سايق العربية وهو شارب. وقتها ميري خافت عليها وبعدت عنه، وعشان كده هي على طول حزينة وحاسة دايما بالذنب. فأوليف قالت لها اوعي تزعلي نفسك، أنا من النهاردة صاحبتك ومامتك وباباكي كمان. وفضلت على الحال ده فترة لدرجة إن دافني اتعلقت بيها جدا وكانت دايما بتحب تقعد معاها، وده اللي خلى أوليف تروح تعيش معاهم وبقت ترفض تاخد أي مقابل مادي قصاد اللي بتعمله. وفي مرة بالليل ميري كانت سهرانة بتشتغل وفجأة بتلاقي إزاز الشباك بيتكسر عليهم، فبتخاف وبتاخد دافني في حضنها وكمان بتتصل على الشرطة، وبعدها بتيجي أوليف جري عشان تطمن عليهم وبتشوف ناتالي صاحبة ميري، وناتالي تحس كده إنها مش مرتاحة لها، ونفس الإحساس كان عند أوليف يعني من القلب للقلب. وميري يا عيني كانت هتتجنن وكانت شاكة إن جيمس هو اللي عمل فيها كده، بس اليوم بيعدي وأوليف بتبات معاهم، وتاني يوم الصبح بتقوم تجهز الفطار وتحس كده إن ماري هي اللي بقت ضيفة عندهم. وقبل ما بتروح شغلها دافني بتأكد عليها إنها ما تتأخرش على حفلة المدرسة بتاعتها، لكن فجأة أوليف بتوقع القهوة على ماري وكانت مقلقة كده، فماري بتنظف هدومها وبتروح على شغلها على طول وما كانتش مدية أي خوانة. وفي الشغل ناتالي بتقول لميري إنها فخورة بيها لأنها أثبتت نفسها في الشغل الجديد، وبتعرفها إنها كلمت جيمس على اللي حصل امبارح، بس الراجل طلع ما عندوش أي فكرة عن حوار كسر الإزاز ده، وكمان كان قلقان عليها جدا هي ودافني، وبتقول لها إن جيمس مش ممكن يعمل فيهم كده، بس ميري كانت متأكدة إن هو لأنه على طول بيشرب وما بيحسش بنفسه. فالتانية قالت لها إنه اتغير عشانها من زمان وإنها شاكة في أوليف، فميري بتقول لها استحالة يا بنتي دي غلبانة خالص وكفاية إنها بتحب دافني وكانت بالنسبة لها طوق النجاة، وبتقول لها سلام بقى عشان ألحق حفلة المدرسة. في نفس الوقت أوليف كانت قدرت تلعب في دماغ دافني وبتخليها تفتح اللاب بتاع ميري على أساس يعني إنها هتعمل سيرش على السريع ومش هتلمس حاجة، والسوسة بتمسح كل برامج الشغل بتاعت ميري.
في نفس اللحظة ناتالي بتنده على ميري: انت يا بنتي فين؟ الشغل مش موجود. فالتانية بتتعصب لأن الشغل ده كان لازم يتسلم وقتي، وللأسف ميري ما بتقدرش تروح الحفلة. ودافني يا عيني كانت محضرة هدية لمامتها بعد الحفلة، وبتطلع على المسرح وهي حزينة، وطبعا أوليف هي اللي معاها. وبالليل بترجع ميري وبتعرف أوليف إنها اتطردت من شغلها وخلاص هتقعد مع بنتها على طول. والكلام ده نزل على صاحبتنا زي جردل المية الساقعة، وكانت هتتجنن عشان مش هتقعد مع دافني تاني. وميري بتلاحظ الحالة اللي هي فيها. أما ناتالي كانت مروحة وبتقابل جيمس بالصدفة وبتقف تتكلم معاه شوية، وكان صعبان عليها وبتعرفه إنها شاكة إن أوليف كل اللي بيحصل مع ميري. فالتاني بيقول لها إن أوليف منعته يشوف بنته، والغريبة بقى إنها مسيطرة على دافني بطريقة مش معقولة. وتاني يوم الصبح دافني كانت زعلانة جدا، وده عشان ميري ما حضرتش الحفلة بتاعتها زي باقي أصحابها. فميري حاولت تصالحها وبتعرفها إنه كان غصب عنها. نروح لناتالي والست كانت بتدور على جهاز ميري، وكانت مستغربة أصل إزاي في واحدة ممكن تضر نفسها وتمسح بنفسها كل الشغل اللي تعبت فيه، وكانت شاكة إن الحوار فيه زتونة كبيرة. أما ميري بتلاقي واحدة بتخبط عليها وبتقول لها إنها من الخدمة الاجتماعية وإن جات لهم شكوى منها، وبتدخل وبتفضل تسألها شوية أسئلة، وكمان سألتها عن المشاكل اللي أثرت على دافني. ولما قالت لها إيه أخبار شغلها، وقتها بنعرف السر اللي ميري شايلاه في قلبها كل ده، ودي الحكاية اللي بسببها اترفدت من شغلها. وأنا قلت لك في أول الفيلم إنها كانت شغالة في خدمة الطوارئ، وفي يوم جت حالة بنت ومامتها عاملين حادثة جامدة، والبنت كانت حالتها صعبة جدا، والدكتور بيطلب من ماري دواء معين. فصاحبتنا طلعت جري عشان تجيبه، لكن المصيبة ان اسم الدواء الدكتور كان كاتبه غلط، وللأسف البنت بتموت. وده طبعا ما كانش ذنب ماري، بس هي ما قدرش تتخطى اللي حصل. المهم بعد ما الست بتمشي ميري بتطلع تطمن على دافني، لكن بتتفاجئ انها مش في اوضتها، وبتفضل تدور عليها زي المجنونة. في نفس الوقت ناتالي كانت بتدور ورا أوليف، وبتعرف إن كل كلامها مع ميري كان كدب في كدب، فبتروح لها بيتها. وأول ما أوليف بتسمع صوت العربية بتجري وتقفل على البنت بسرعة، وناتالي بتدخل وبتقول لها إنها كشفتها وإنها مش مدرسة زي ما قالت لميري، وكمان مش ساكنة في نفس الشارع اللي جنبهم. وقتها بتسمع صوت دافني جوه، وبتعرف إنها محبوسة في البيت ولسه هتروح عشان تطلعها. بنت المجنونة بتضربها وبتوقعها على الأرض، وناتالي فضلت تدافع عن نفسها، لكن أوليف بتخلص عليها. وميري أخدت بعضها وراحت لجيمس الشغل عشان تسأل على دافني، وكانت فاكرة إنها معاه، لكن هو أكد لها إنه ما أخدهاش، وبيقول لها إنه بيحبها هي ودافني واستحالة يعمل أي حاجة تأذيهم. فبتروح بسرعة على بيت أوليف بس ما بتلاقيهاش، وطبعا أوليف كانت مفهمة دافني إن كل ده هزار، والبنت يعني كانت مصدقاها. وميري اضطرت تبلغ الشرطة عن اختفاء بنتها. وقتها المحقق بيقول لها إن أغلب حوارات الاختفاء بيكون وراها حد قريب منهم، وبيسألها إذا كانت شاكة في حد معين. وبرغم كل اللي بيحصل ده أوليف ما خطرتش في بالها خالص، ما تفهمش ده سحر ولا ثقة زيادة عن اللزوم. لكن جيمس قال إنه شاكك في أوليف وإن مفيش غيرها هي اللي عملت كده، وبياخد ماري وبيرجعوا بيت أوليف. ولما بيكسر الباب ماري بتلاقي المكان متشقلب فوقاني تحتاني، وكمان بتشوف تليفون ناتالي مرمي على الأرض ومش باين لها أثر، ولا هي ولا بنت المجانين التانية. فبتروح آخر مكان ناتالي كانت فيه، ولما بيوصلوا هناك بيقابلوا جون. فماري سألته عن أوليف وبتعرف منه إنه يبقى جوزها، وقال لها إنه ما يعرفش أي حاجة عنها من فترة طويلة. وكمان بنعرف إن ناتالي جت وسألته عليها. ميري قالت له إنها عايزة تعرف بنتها معاها ولا لأ، فبيرد وبيقول لها اوعي تكون انت ميري. استغربت وقالت له أيوة أنت تعرفني منين؟ وهنا كانت المفاجأة لما جون بيعرفها إن أوليف تبقى مامة البنت اللي ماتت بالغلط في المستشفى، وإنها جات لها حالة نفسية من ساعتها وكانت عايزة تاخد بنتها بأي طريقة. وبيقول لها إنه باباها وعارف إن الغلط ما كانش غلطك، بس أوليف رافضة تقتنع بالكلام ده. وميري كانت مصدومة وبتقول لجيمس إنها وثقت في أوليف وما كانتش تعرف إنها مخططة لكل ده من الأول. فجيمس بيحاول يهديها وأكد لها إنهم هيلاقوها. في الوقت ده بنت المجنونة كانت قاعدة مع دافني في كوخ بعيد، وكانت عايزة تقص شعرها عشان تبقى شبه بنتها بالظبط. فالبنت بتخاف منها وبتطلع تجري في الغابة. وقتها المحقق اتصل بميري وبيعرفها انه سمع في تسجيل على تليفون ناتالي ان أوليف اخدت دافني على كوخ بعيد، بس مش عارفين مكانه فين بالظبط. ولما بيسألوا جون بيقول لهم عليه، فبياخدوا بعضهم وطيران على هناك. واول ما وصلوا ميري بتشوف عربية ناتالي مركونة، وكانت مستغربة ايه اللي جابها هنا. ولما شافت عليها آثار دم جيمس بيفتح العربية بسرعة، فبيلاقوا ناتالي ميتة. وأوليف بتسمع صوت ماري وجوزها، فبتقفل الباب على دافني وبتروح لهم. ولما بيدخلوا جوه الكوخ جيمس بيشوف ملفات باسمه، وبيعرف إن هي اللي حطت له مخدر في المية وقت ما كان بيوصل بنته المدرسة، وده طبعا من ضمن خطتها.
وبسبب اللي حصل ده اتحرم من دافني ومراته طول الفترة دي. وأوليف بتدخل وبتحاول تموت ماري، فالتانية بتقول لها أنا عارفة إنك موجوعة، بس موت بنتك كان قضاء وقدر، وعارفة كمان إن انت اللي كنت سايقة وقتها. وهي سمعت الكلمتين دول وجالها حالة انهيار، وفضلت تصرخ وتقول لها مش أنا السبب في موتها، انت السبب، ومحدش هياخد لوجي مني. وكانت تقصد دفني يعني. والاتنين نزلوا ضرب في بعض، لكن ماري بترجع في كلامها وما بترضاش تضربها، وبتقول لها انها مش عايزه حاجه غير بنتها، وبتسالها عن مكانها. بس اوليف كانت مصممه وعايزه تاخد دفني باي شكل. ولما بيطلع جيمس بيلاقيها مثبته ماري، فبيقول لها ان اوليف هي اللي خدرته وانه بطل شرب من زمان. فماري بتستغل الفرصه وبتضربها، وبتطلع تدور على دفني، لكن أوليف بتضرب جيمس وبتطلع عشان تلحق ماري قبل ما تاخد دفني. وحبة أكشن من دي على حبة أكشن من دي، ودفني بتسمع صوت ماري فبتفتح الباب بسرعة وبتوقع أوليف، وماري بتجري وبتضربها قبل ما تقوم، وبتاخد بنتها وبتروح عشان تلحق جوزها. وكالعادة الشرطة بتوصل وبيقبضوا على أوليف، أما ماري بترجع تعيش تاني مع جوزها. ودافني بتنجح في دراستها وكل حاجة بترجع زي زمان. والحقيقة أنا مش عارفة هل نتعاطف مع أوليف ولا لأ، بس أعتقد إن نفسيتها اتدمرت أكيد من بعد موت بنتها. فأنا هستنى رأيكم في الكومنتات. وكده تخلص حكايتنا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. باي.